السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصول بعثة النادي الأهلي إلى المغرب وصلت الحمد لله بالسلامة، وكان في استقبال كويس جدا جدا من دولة المغرب الشقيقة. وطبعا دي مش حاجة غريبة على دولة المغرب، لأن احنا في الأول وفي الآخر احنا إخوة وأشقاء. لكن حصل حاجة غريبة كده في وسط البعثة، وفي وسط دخول البعثة وفريق النادي الأهلي. لقينا في واحد زملكاوي ماسك علم نادي الزمالك وبيشجع نادي الوداد، وبيقول كلام يعني ما يصحش ان هو يتقال، وبيستفز فيه لعيبة النادي الأهلي، وبيقول ان الوداد هيكسب النادي الأهلي 4-0، وان دايما النادي الأهلي ان الكاف واقف دايما بجنبه. المشجع ده كان عايز يعمل زي فخ كده للنادي الأهلي، للاعبي النادي الأهلي والبعثة النادي الأهلي. لكن النادي الاهلي الحمد لله يعني ما حدش اصلا بصله، ولا حد قال له انت بتعمل ايه، ولا كانه واقف ولا اي حاجه. لانه هو كان عايز ان النادي الاهلي اي حد يروح يتشاكل معاه او يمسك فيه او كلام من ده. وكانت الكاميرات طبعا يعني كان في هناك كاميرات وصحف وكلام من ده. فهو كان مستني اي حد طبعا من البعثة او من لاعبي النادي الاهلي ان هو يمسك فيه او كلام من ده، علشان يكون في تصوير ويكون في حاجات من دي، وفي ايقاف للاعيبه النادي الاهلي لكن الحمد لله لاعيبه النادي الاهلي رجاله وبيعرفوا ازاي يتصرفوا. وبرضه كان في من المسؤولين في المغرب عاملين مكافأة مالية لفريق الوداد البيضاوي في حالة الفوز بالنهائي على حساب النادي الأهلي. وفي برضه 1500 تذكرة لمشجعين النادي الأهلي في مباراة الوداد. وكان برضو في خبر غياب أهم عناصر فريق الوداد البيضاوي، وهو زهير المترجي. دوت يعني متأكد غيابه بنسبة يعني 80-90%. نيجي للدوري المصري. امبارح بعد فوز طلائع الجيش على الإسماعيلي في الإسماعيلية بهدف لا شيء، المنافسة اشتعلت، وطبعا كله بقى عايز يهرب من الهبوط، ودخل في فرق كتيرة جدا جدا جدا. منهم حرس الحدود خلاص اتأكد هبوطه لأنه في المركز ال18، والداخلية في المركز ال17. دول أقرب اتنين خلاص نزلوا كده رسمي. وفي المحلة في المركز ال16، وفي المركز ال15 أسوان. لكن هم متعادلين في النقط، عندهم 32 نقطة، وطلائع الجيش برضو وكمان عنده 32 نقطة، والإسماعيلي عنده برضو 33 نقطة داخل معهم برضو في معمعة الهبوط، والبنك الأهلي 34 نقطة، وفي برضو سيراميكا عنده 33 نقطة. فأنا شايف إن المنافسة اشتعلت في القاع، وكله عايز يهرب من الهبوط. والمباريات الجاية إن شاء الله هنشوف مين اللي هيهبط ومين اللي هيفضل موجود معانا في الدوري الممتاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.